اهلا وسهلا بكم في قناة صلح على واطلب نفسك. النهاردة معانا فيديو جديد ومميز عن مكوة الملابس العادية. المشكلة في المكوة دي انها ما بتشتغلش غير لما نعليها ونجيبها على رقم 5. يعني عندي هنا الارقام، المفروض انا بنعمل كده هو على 1 المكوة تبدأ تشتغل، وهكذا بنعلي على 2 على 3 على 4. انا المكوة دي ما بتشتغلش معايا غير من بداية 5. هنحط على لمبة السيريا كده ونبدأ نجرب اهو بالشكل ده. هنبدأ اهو، المفروض اللمبة تنور معايا مجرد ما نيجي على 1. اللمبة مش شغالة، 2 مش شغالة، 3 4 اشتغلت معايا على 4. طيب انا عايز المكوة تشتغل معايا من اول 1، مش على 4 ولا 5. انا عايزها زي اي مكوة طبيعية انها تبدأ تشتغل من 1 ولغاية 6. انا دي لو تلاحظ بص الاضاءة اهو، يا رب تكون الدنيا واضحة، ما بتشتغلش معايا غير على 5. طيب لو نلاحظ هنا في مسمار اهو، لو نلاحظ هنا عندي المسمار ده اهو، يا رب يكون واضح اهو، مسمار عادة اهو. المسمار ده اهو بنلف بنحرك شمال ويمين بالشكل ده. انا حبيت اوضح لك الدنيا اهو، يعني انا بلف اهو شمال ويمين على حسب الاتجاه اللي انا محتاجه. طيب هنبدأ نجيب المكوة بتاعتي. يعني انا كده المكوة على 4 اللمبة منورة، هنجيبها على 3 اللمبة ما منوراش معايا. فهنبدأ المسمار اللي وريته لحضراتكم هنلف، يا رب تكون الدنيا واضحة. هنبدأ نلف لفة كده اهو. انا لفيت لفة شمال بدأت تشتغل معايا. انا هظبط الكلام ده اهو على 1، هنديها لفة صغيرة تاني اهو. كده اشتغلت معاه على 1 كده فصلت. هنبدأ الشغل من هنا على 1، هنلف لفة تاني شمال اهو بالشكل ده. تبدأ على 1 بدأت تشتغل معايا، يبقى انا كده حليت مشكلة المكوة. طيب حضرتك هتقول لي انا ما عنديش سيريا، انا مش فني ما عنديش سيريا. نفس اللي انا عملته حضرتك هتشغل وهتشتغل على لمبة البيان بتاعة المكوة. انا عندي هنا لمبة بيان في المكوة اهي. انا هشتغل على ال 220 بالشكل ده اهو. هنبدأ هنشغل على ال 220 ونبدأ نجيب المكوة على 1 اهو بالشكل ده. هي كده مطفية، هنجيبها كده على 1 نورت اللمبة معايا. طيب لو هي انا بنجيبها بالشكل ده، ركز معايا في الحتة دي عشان تستفاد. انا معايا المكوة ما بتشتغلش غير على 5 وما عنديش سيريا. هشتغل ازاي؟ بالمفك، مفك عادة صغير زي كده اهو، وهتبدأ تلف لفة يمين. هي بتشتغل معاها على ال5، هنجيبها على الرابع كده وهنلف لفة يمين ونرجع نحط الكابل بتاع المكوة في الكهرباء بنوصلها بالتيار ال 220. لقيت اللمبة نورت معايا، هنبدأ نخليها على التاني. اللمبة فصلت، هنبدأ نلف لفة تاني شمال ونحط الفيشة تاني ونشوف الوضع هيبقى معايا ايه لغاية ما تظبط معاك الدنيا. بس السريع هتبقى اسهل واوفر واسهل واسرع ليك، وهتعرف تظبطها بالظبط. طبعا لو انت عملت الكلام ده بمفك مغطاي كده وانت شغال بالكابل عادي امان ليك، بس اهم حاجه يكون مفك مغطاي عشان
سلامتك. يعني بمعنى اصح انت لو استخدمت الوضع ده هو كده زي ما انا شغال واشتغلت وهي على الكهرباء ال 220 الدنيا تمام، مش هيحصل في الجهاز حاجه ولا يحصل لك انت حاجه، بس اهم حاجه تكون شغال بمفك معزول. بالطريقه دي كده نقدر نظبط درجه سخونه المكوى من مسمار الترموستات. ده طبعا المسمار اللي احنا شغالين عليه اسمه مسمار الترموستات، اللي هو بنرجلش منه الترموستات، بنقدر نظبطه على المستوى اللي انا عايزه على حسب الشغل وعلى حسب الوضع. وطبعا زي ما اتعودنا مع حضراتكم، لو ليك اي استفسار عن المحتوى اللي انا بقدمه انا تحت امرك، راسلني وهرد عليك. وكده احنا نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا باللايك، ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناة فانت كده فايتك كتير، الحق حالا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.